يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. طبعا هسه صعديت شفت الحمام طاير. الفيلم شنو ما ادري. هذا انا اشوف هاي كلها طايرة نوعه. هاي الفرخات طايرة. طبعا هاي فرخات جدة طالعة. شوفوها نوعه. هاي فرخات عندي تور جاي اخرج بيها شوية شوية. نو هاي الطيور كلها طايرة والجو حار كلش. نو شوف ما شاء الله شلون نصبته. حط الطيور ما ادري شنو السالفة، ضاربها صقور ما اعرف، بس كلها طايرة نوعه. الجو حار شوية والجو ما يساعد وعنده فرخات، لكن الطير جاي يخرج بيها. شو هذا عند الأرفلي نوعه جاي يخرج بيه طير فحل هذا. هاي الطيور كلها طايرة. وهاي هسه هنا شهر محرم الحرام، شهر عاشور. هاي الوادي مناصبة كلها رايات. طبعا هاي الراية مالتنا بشهر السابع، احنا ثاني يوم من شهر محرم. وها عندي كان ذاك طاير التار نزل ويا طيرته. ذاك تار قاصة فقاعد يشلع، يعني تعرفون هذا جو تشليع تصفية. مشلعات سن ما شاء الله داقات فوق. شنو الفيلم ما ادري. طيور معلقة فوق صاده نوع هاك. شوفوا طيور صاده لي فوق معلقة. هذا شباب الجو مو حار فالطير يصعد لي فوق. هنا عنده فرخات زوج فرخات تنوعوه كانن طايرات. كانن طايرات ذن. ما ادري شنو الفيلم. ضربهم صقور بزون طفر عليهن. جماعة جاي ينصبون واير. هذا الواير جاي يتحرك وهاللي طارن. شوف كلها حطت. والله عندي بس هذا التار، بس ذاك التار طاير. شوفوا لا يبين عندكم تار ظل واحد معلق فوق. طبعا راح اصور لكم عنده فرخات فقسن. البارحة فقسن وعنده فرخات طالعات. هاي الطيور جاي تصعد لين جو حار. شوفكم هاي عنده فرخة اللي هي امهاتها تور ذبة رماني. امهاتها شوفوا هذا التار قدامكم. هذا التار اللي جاء عليه نوع امهاتها تور ذبا. هذا الفرخ نقول عليه رماني او احمر، بس هو اعتقد رماني. ناخذ له لقطة برايكم. هذا شنو هذا؟ شوفوا هذا الحليو شكله يعني رماني على احمر احبش وحافي. امهاته تور بسود
خوش. فما ادري الظاهر يعني بيضة جاية هنا ونايمات عليها، وهاللي طلع عن هذا الرمانة والاحمر الاحبش. طبعا كنت خاله ذن السلات، كنت خالهن هنا. هاي شوف هاي السلة الزرقاء كنت حاطها هنا، فنايمات عليها وطلع عن هذا الفرخ. شكله صراحة حلو، كلش حلو، لا بأس فيه. لان عندنا خانات بس ما مضبوطات الخانات، ان شاء الله نسوي لنا خانات جدد. كان البيضات ما تنداور تبيض هين. وراح اصور لكم بعد الفرخات اللي فقسها عندي. شوف هذا التار، انا اطفل له اللي يحط خطيه. هاي الطيور قدامكم، شوفوا هذا تار عندي طلع لنا برماني، وعنده هذا تار. شوف هاي الفرخة باصفار، طيور ما شاء الله حلوات حلوات صغار الطيور. وهاي قدامكم الطيور، هذا الباصفار. طيور تونس وطيور صغار مخاليف. انا ما اخلي طير كبير بالمناسبة، بس خلي كم طير مازق، كلها طيور بنات السنة وصغار. شوفوا هاي هذا برمانة طلعت عندي. وذن الباذنجانيات تور باذنجانات عيونهن سود، هم صورت لكم اياه. هذا واحد وذاك واحد. وهاي عندي هنا ارفليه باسود، لان كلهن صيد يعني، بس ذن التور. بس اغلب الطيور حولتها تور يعني، اغلب الطيور تور شويه ذبتها على التور حلوه. هسه راح نصور لكم. طبعا هذا هذا اللي قلت لكم بهذا التار بناته ابنهن طلع عن رماني. شوفوا عنده هاي الزاجدة البسود التشينية اللي هسه هي بيضت من جديد ونامت على بيضاتها، هم داور جواها بيض. شوف ايش طلعت من فرخة، طلعت لتار. راح اراويكم هم نقلت البيض من وحدة لوحدة، فكلش حلو طلع عندي التار. هاي هنا هماتن عندنا، اذا تلاحظون شوف شوف نايمة المايه، نايمة جوا فرخاتها، تلاحظون نايمة جوا الفرخات. تفقيس جديد ما شاء الله، ذني تفقيس جديد. هم تور، هماتن نقلت بيضات تور جوان وفقسن. هاي عندي شوفوها، هاي قدامكم. هاي هم كانت طايرة، لكن ما شاء الله يعني لما تنام على البيضاتها كلش حنينة، ما تقوم عن البيض مالتها ابد. فهسه هي هم فقسة. هاي توقيسة مالتها، وهذا ابنها جواها. شوف شلون تنقربيه. جهاز حمام التصوير. شوف تناوى شوف شلون تنقر بيه. هذا ابنها جواها، تلاحظون هذا ابنها جوا. طبعا طيرة قشمة ما شاء الله، فاحتفظ بيها وجاي اداريها يعني مثل ما تقولون. شوفوا هنا أنا عد الجمال، شوف الجمال ما شاء الله، شوف الجمال ما شاء الله. شوفوا هذا التار، شوف ما شاء الله أبيض والراس أسود، جمال ما شاء الله. طبعا هذا
هذا امه هاي بيضات، هاي انقلتها جوا هاي الزاجلوسة، هي نايمة على البيض. شوف سودا عبدة ما تبين، ففقست واحد وطلع عنده هذا. كذلك البيضات هم انقلت بيضات من هاي، خليتها جوا هاي الطيرة. اذا تشوفوها قدامكم هسه مفقسة اثنين، فجاي انقل بيض يعني. نشوفها اذا فقست. هاي همتن عندنا بيضة ان شاء الله تفقس. كانت وحدة وياها فزدت. هذا الحمام الجو حار لكن جاي تطلع فرخة يعني لا بأس بيه الجو، فرخة جاي تطلع عندنا. شوفوا هذا الأرفلي، هذا الأرفلي قدامكم. أذذب له هاي الأرفلية، عندي هاي موجودة أرفلية، أذذب له هاي الأرفلية، أطبقنا ذبحنا بخانة. هاي هنا عندنا نشوفوها، هاي الفرخات الجاي تطلع عندي. تحياتنا لكم شباب، إذا شفت المقطع خلونا لايك واشتراك.